السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض النهاردة ترافل الشوكولاتة من أحلى الحلويات الكورية. شوكولاتة كده شكلها رهيب بجد، تشجع ان احنا نجربها. وانا جربتها وطلع فعلا طعمها يستحق التجربة والتعب بتاعها، ومش تعب كبير قوي، بس في تحضير مكونات اللبن المحلى المكثف. نقول بسم الله وهنبتدي بالمقادير. اول حاجة معايا كوبايتين ونص من اللبن، وانا مستخدمة الاكواب المعيارية، وكوباية الا ربع زائد معلقة كبيرة من السكر. هدوبهم كده على النار، واول ما يدوبوا بقى ويغلوا ويبتدوا يتقلوا معايا هزود معلقة كبيرة من الزبدة او مكعبين زبدة، يعني بما يعادل 40 جرام. وهزود معلقة صغيرة من الفانيليا. كل بقى المكونات دي هتمتزج كده مع بعضها، وهنقلبها على نار متوسطة. شايفين بقى اللبن ابتدى لونه يتغير للأصفر ويتقل معايا، والغليان واحدة بواحدة يبتدي يهدى كل ما اللبن هيتقل. كده ابتدى الحليب يتكثف معايا كده، خلاص وصل للمراحل الأخيرة وبقى حليب مكثف. ممكن نشتريه من السوبر ماركت لو انتي مستعجلة او مش عايزة يعني تعملي الخطوة دي. بعد ما خلصنا بقى ورفعناه من على النار وابتدى يبرد شوية، هبتدي انزل بكوباية ونص من الكاكاو الخام، وهنزل بيه شوية بشوية، مش هنزل بيه مرة واحدة. هنخله وهنزل بيه نص كوباية بنص كوباية، وهقلب لحد ما السوائل تختفي معايا تماما. كل ما احتاج والاقي الشوكولاتة لسه سايلة هبتدي انزل بباقي الكاكاو. قلبت بقى كده لحد ما وصلت الخليط متجانس كده، وبقى قوامها زي الشوكولاتة اللي بنشتريها، قوام تقيل. وفردتها بالجوانتي البلاستيك، هي مش هتلزق فيه خالص، يعني اي حاجة بلاستيك هي مش هتلزق فيها، ممكن تلزق في الطبق لكن مش في الجوانتي. لفتها في استرتش ودخلتها الفريزر 40 دقيقة. بعد ال40 دقيقة بقى خرجتها، بقى قالب متماسك سهل جدا ان انا اقطعه. في طبق بقى رشيت كاكاو وقطعت عليه قالب الشوكولاتة على شكل المكعبات. الحجم يرجع للذوق، والسمك كمان يرجع لذوقك زي ما تحبي، يعني حبايه تخينه، وسط، رفيعه، براحتك خالص. ابتديت بقى ان انا اشكل كده. ممكن نقدمها زي ما هي كده، مفيش اي مشكله خالص، شكلها جميل. لكن علشان الفيديو الاصلي بقى احنا بنعمل لها شكل يعني شبه دائري كده. الحروف دي مش عاوزينها، حروف المربعات دي بحاول ان انا ما تكونش حاده، بتدي معايا شكل احلى. ممكن اعملها كور دائريه، يعني لو حابه برضو ان انتي تعمليها كور مفيش اي مشكله خالص، الشكل اللي تحبيه. بتتشكل بكل سهوله، يعني هي طريه قوي، بتتشكل معايا بكل سهوله، وفي نفس الوقت ماسكه نفسها قوي، مش بتتقطع مش بتتكسر معايا، هي عامله زي الملبن طريه. اخلص بقى الكميه بتاعتي كلها بالشكل اللي انا حباه، وابتدي ارصها تاني. بعد بقى ما اخلص الكمية بتاعتي كلها هرش عليها تاني رشة من الكاكاو. لو حباها دارك هترشي، هي اصلا يعني تعتبر دارك. لو حباها فيها يعني مرارة مش مسكرة هترشي كاكاو خام. لو حباها مسكرة شوية ممكن ترشي عليها كاكاو بسكر او نسكويك، هيبقى برضو طعمها حلو قوي. وفي كل الاحوال بصراحة عن تجربة طعمها تحفة وطرية، وبتتقطم كده معايا، يعني بتتمضغ كده، طعمها حلو قوي. تاكليها كده جنب فنجان قهوة بقى خطيرة، طعمها بجد خطير. كده نبقى عملنا ترافل الشوكولاتة بأسهل طريقة وأقل تكاليف وأقل مجهود. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتكم أكلة ماما. سلام.